السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في أولى حلقات برنامج عشاق السيارات مع عصام غنايم. النهاردة هعرفكم بالبرنامج بالسلسلة بتاعته إن شاء الله. بس قبل ما نبدأ كلام في الموضوع وقبل ما نبدأ تعريفنا بالبرنامج أحب أعمل فلاش باك. في 2008 بدأت أعمل كتابات أكتب مواضيع خاصة بالسيارات، الصيانات البسيطة، تعريف بأجزاء السيارة، تقييم لسيارات، وبدأت أن أنشر الكلام ده على أكبر منتجات سيارات موجودة. طبعا الموضوع ده قبول كبير قوي عند الناس، والحمد لله مع الوقت الموضوع اتطور، وبدأنا إن احنا مع ظهور الفيسبوك التواصل الاجتماعي بدأنا إننا عملنا جروب اسمه عشاق السيارات مع عصام غنايم. الجروب ده كان فكرته بسيطة قوي، ان هو مش متخصص في عربية واحدة، جروب عام لكل السيارات. والاهم من ده ان انت عندك اي مشكلة فبتدخل تحط مشكلتك عليه، انا ومجموعة خبراء في السيارات بنرد عليك وبنحاول ان احنا نوصلك بافضل نتيجة باقل تكلفة. طبعا زي ما احنا عارفين مع الوقت الموضوعات المهمة اللي بتتحط على الجروب بتقع تحت، في اسئله بتتكرر. طيب احنا بقينا محتاجين مكان نبقى الخزنه بتاعتنا، يبقى المكان اللي فيه المعلومات الخام، المعلومات المهمه من غير ما تقع. فده كانت الخطوه اللي بعد كده، وعملنا البيج بنفس الاسم، عشاق السيارات مع عصام غنايم البيج. ما شاء الله البيج حقق نجاح كبير قوي في وقت قصير، لان كانت فكرته جميله، لان احنا مش بنعمل دعايه لحاجه، مش شغالين وكلاء لحد. في النهايه احنا كل هدفنا ان احنا نفيد الناس، كل الناس، مش جروب متخصص في سياره معينه. طبعا الشروحات كانت محتاجه مع الوقت ان هي الصوره والكلام كتابه مش كافي، احتاجنا ان احنا نعمل الموضوع يبقى اوضح شويه، ان انا اقدر اشرح لك على العربيه مباشر، ان انا اشاور لك على القطعه واقول لك دي كذا ووظيفتها كذا. فحبينا ان احنا نعمل فيديوهات. لما جيت ابص على الفيديوهات اللي بتتعمل او الفيديوهات اللي بصفه عامه اللي موجوده على الساحه، لقيت اغلبها يا اما بتتكلم عن السيارات السوبر كار اللي احنا غالبا مالناش علاقه بيها، يا اما ان هي بتتكلم عن رياضه السيارات. برضو مش كلنا غاويين رياضه السيارات. طيب بالنسبه للراكب العادي المصري اللي بيركب عربيه اقصاها 1600، اللي بيركب لانسر واللي بيركب دايو، طيب الناس دي فين اللي بيتكلم عليها؟ فين تقييم العربيه دي؟ فين صيانتها؟ مفيش حد مهتم بيها. دي النقطه اللي هتبقى جديده عندنا ان شاء الله، ان احنا مهتمين بالعربيات اللي المصريين كلهم بيركبوها، العربيات البسيطه. وطبعا صيانه العربيه والقطع بتاعتها كل ده خاص بكل السيارات، هينفع كل الناس ان شاء الله. لما جينا نصور الفيديوهات حبينا ان احنا نتكلم عن اولا تعريف عام باجزاء السياره، 2 تقييم السياره، بمعنى عربيه نازله جديد في السوق، ناس كتير قوي تبعت لي ايه رايك يا استاذ عصام في عربيه كذا، اجيبها ولا ما اجيبهاش، طب ايه مميزاتها وايه عيوبها، محدش عارف. فحبيت ان انا يبقى في فيديوهات خاصه ليكم ان شاء الله بتقييم السيارات. اي عربيه هتنزل جديده ان شاء الله انتوا هتختاروها، طبعا هتقولوا لنا عليها، احنا باذنك يا رب هنصورها لكم، هنعمل لها تقييم وتقييم احترافي ان شاء الله، وفي نفس الوقت محايد. الاهم من كده ان احنا هنعمل مقارنات ان شاء الله ما بين العربيات اللي موجوده والعربيات برضو اللي موجوده عندنا. يعني في الفئه السعريه مثلا هنقول في المستعمل في 100,000 جنيه، طيب في عندنا لانسر بوما، في عندنا نيسان صاني، في عندنا سراتو، في عندنا كروز. طيب ايه احلى واحده فيهم، ايه مميزات وعيوب كل واحده؟ ان شاء الله هيكون في مقارنات ومقارنات قويه قوي ان شاء الله، مصوره وباذنك يا رب احترافيه ومحايده، مش متحيزه لنوع معين.
زياده عن كده كمان ان شاء الله هيبقى معانا فيديوهات صيانه تعديل، والاهم من ده كله وان شاء الله ده اللي هيبقى جديد، ان في على اليوتيوب فيديوهات كتير اجنبيه. الفيديوهات دي بتشرح اجزاء السياره بطريقه احترافيه جميله قوي وبشغل جرافيك عالي، ولكن في النهايه بلغه اجنبيه. حضراتكم هتختاروا الفيديوهات اللي تعجبكم واللي تحبوا ان احنا نشرحها، وباذن الله هنشرحها لكم باحترافيه كبيره، وباذنك يا رب بطريقه مبسطه قوي. هننزل الفيديو بتعليق مني وبشرح وافي قوي لكل اللي انت حابب تعرف عنه عن الفيديو ده. تمام؟ طيب ده الجزء بتاعنا. الجزء بتاعك انت بقى ايه؟ الجزء بتاعك ان انت هتدعمنا ان شاء الله. ازاي؟ اولا هتعمل لايكات للفيديو، الفيديوهات سلسله الفيديوهات ان شاء الله. هتعمل اشتراك في القناه عشان يوصلك الجديد بتاعنا اول باول، ما تبقاش ينزل جديد وانت لسه ما شفتوش، لا اول باول ان شاء الله تبقى متابع الجديد بتاعنا. اللي اهم من ده ان انت تحاول تساعدنا على الانتشار قدر المستطاع، يعني تحاول تنشر على الجروبات، على صفحك، على صفحة اصحابك. ساعدنا بالانتشار، ساعدنا بالاعجابات، ساعدنا بالمشاركه، بحيث ان انت تبقى شاركنا ان شاء الله في النجاح. والاهم من ده كله ان شاء الله ان انت اي حاجه هتقابلك هتحطها لنا في تعليقات، اي سؤال عندك تحطه لنا في تعليقات، اي فيديو انت عايزه، مقارنه، تقييم، ايا كان حطه لنا في التعليقات، وباذنك يا رب في اقرب وقت هنكون مصورينه لك وشارحينه لك وموضحين لك كل حاجه. اتمنى ان شاء الله السلسله بتاعتنا تعجبكم، واتمنى انها تنول رضاكم، واتمنى ان انتم تتابعونا ان شاء الله. والف شكر. السلام عليكم.